ازاي لما عيلك يطلب حاجة ما تجيبهالوش؟ ازاي ما توفرلوش كل اللي نفسه فيه؟ لما يشوف واحد صاحبه جايب حاجة وهي مش عنده هو عايزها لازم تجيبها له. حتى لو هتبيعي ايه، لو هتبيعي دهبك، لو هتستلفي من جيرانك، لو هتستلفي من واحدة صاحبتك، المهم تكوني موفرة كل حاجة عيلك نفسه فيها. ما تحرموش من حاجة عشان ما يطلعش عنده عقد نفسية. وعشان حاجات كتيرة جدا. غلط غلط غلط، بسمع الكلام ده كتير وبقى بيطلع لنا كتير وبتصدر لنا كتير على السوشيال ميديا. دايما عودي عيلك على القليل انه يرضى بيه، عنده اي حاجه قليله يرضى بيها، ما يبصش للي في ايد غيره. عودي بنتك او ابنك ان احنا معانا قليل هنعيش، معانا كتير هنعيش، ما نبصش ابدا اللي في ايد غيرنا. ارضى بعيشتك دايما عشان ربنا يديك ويرضيك، وقول دايما الحمد لله. بيتصدر لنا كتير الايام دي شويه فيديوهات كده مش لطيفه، انا بالنسبه لي مش عاجباني خالص. ان انا اجيب للعيل كل اللي نفسه فيه قوي وهو مش راضي، يعني مهما جبت له مش بيبقى راضي، مش بيبقى عنده اصلا رضا في اي حاجه في حياته. وبنرجع بعد كده نزعل ان اللي بيكبر بيبقى اناني وبيبقى وحش وبيرميكي، تزعلي منه لما يكلمك بطريقه وحشه ويستخسر فيكي اي حاجه، وتزعلي كمان لما يرميكي في الشارع. بيبقى كل ده نتيجه تصرفاتك انتي. بعدين نرجع نزعل ونشتكي لما هما ما يبقوش حاسين بينا، ولما يتصرفوا معانا تصرفات وحشه، ولما نقول لهم على حاجه يقول لك لا انا ماليش دعوه، اتصرفي. ما تقولوا انا ما معيش اجيب لك دلوقتي الحاجه الفلانيه، لا اتصرفي. استلفي من فلانه، استلفي من علانه، وهتجيبي لي اللي انا عايزه، انا ماليش دعوه. المهم هو عايز اللي هو عايزه، ملوش دعوه باي حد تاني. انا بعود ولادي كده عشان ما نلاقيش حد داخل في الكومنتات يقول لي مثلا ايه انت بتدي نصايح، طب وانت ولادك يا ترى بيعملوا كده؟ الحمد لله الحمد لله. انا بعود ولادي معانا كتير هنعيش، معانا قليل هنعيش. ولو معانا قوي وطالبين حاجه ممكن ما تتجابش في ساعتها، ما ينفعش تتجاب في ساعتها. في حاجات ممكن تكون يا حبيبي اولى من حاجات نجيبها دلوقتي. عودوا اولادكم ان هم يرضوا باي حاجه في ايديهم، وعودوهم دايما ان هم يحمدوا ربنا في كل وقت، ويحمدوا ربنا على اي حاجه معانا، وربنا هيدينا اضعاف مضاعفه. ربنا يا رب يحفظ اولادكم واولادي واولاد الدنيا كلها يا رب، ويحميهم يا رب كده. ميرسي لكم وميرسي للكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت الحلو اللي شبهك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه تعجبكم. مع السلامه.